قال محمد علي أبطحي مستشار المرشح الرئاسي الإيراني مهدي كروبي إنه تم اعتقال أكثر من 100 إصلاحي بينهم رئيس جبهة المشاركة الإسلامية الدكتور محمد رضا خاتمي شقيق الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي وزوجته زهرة إشراقي حفيدة الإمام الخميني. وأضاف أبطحي أنه يجري القبض على المزيد. وكان رضا خاتمي قد قال في مقابلة سابقة مع تلفزيون الآن إن إيران تعاني من انتفاء أحد أهم أركان الثورة وهو الحرية. من اگر در یک کلمه بخوام بگم قانون ایران به آزادی بیشتر احتیاج داره. إذا أردت الجواب في كلمة واحدة، الشباب الإيراني يحتاج إلى حرية أكبر. طبعا في بعض الأحيان يفسر هذا بشكل خاطئ. تفسر الحرية على أساس أنها الابتذال والفساد والتشتت. لا، الشباب يريدون الحرية لتطوير نوعية حياتهم، ليستطيعوا التعبير عن رأيهم وبيان آرائهم ومشاكلهم بحرية. إذن وفي كلمة واحدة، شباب إيران بحاجة إلى حرية أكبر. 60% من الطلبة من الجنس اللطيف. هل تتوقع إذن أن يقومن بتغيير المرحلة المقبلة عبر صناديق الاقتراع؟ تجربه ما این را میگوید که هر وقت زنان حضور پرشوری در انتخابات داشتن، اصلاح طلبان پیروز شدند. تجربتنا تقول أن كلما شهدنا مشاركة أكبر للنساء في الانتخابات كان الحظ من نصيب الإصلاحيين. لكن ما دار وما يدور من أحداث في إيران سبب عزوفا كبيرا عن صناديق الاقتراع. نعم، إذا شاركت النسوة سوف تتغير نتيجة الانتخابات، وهناك قسم كبير من النساء لا يختارن المرشحات النساء فقط، بل يصوتون للإصلاحات التي تطالب دوما بالعدالة للجنسين. كنا وما زلنا نسعى إلى مشاركة تيارين قويين في الانتخابات، الشباب والنساء. ولكن لا أنكر أن شبابنا ونساءنا غير راضين عن أوضاعهم في إيران، ودعوتهم للحضور إلى صناديق الاقتراع أمر بالغ الصعوبة. ولا أعلم إن كنا سننجح في حظهم على المشاركة يوم الانتخابات أم لا. ربما غالبيتهم وخاصة الطبقة المثقفة تسعى إلى تحريم الانتخابات، ولكن نحن نعارض ذلك ونعتبر أن هذا سيضر بهم في الدرجة الأولى وبالبلد كله. تشویق و ترغیب اونها برای حضور در پای صندوق‌های رای کار بسیار بسیار سختی است که نمیدونم به این آسونی ما بتونیم اونها رو راضی بکنیم که پای صندوق‌های رای بیان یا نه. مرشحكم للانتخابات قال أن قيم الثورة تغير. كيف كانت قيم الثورة من قبل وما المختلف اليوم؟ اساس انقلاب در حقیقت سه چیز بود: استقلال، آزادی و أساس الثورة كان 3 أمور: الاستقلال والحرية والتطور الذي يتحقق في ظل الجمهورية الإسلامية. ولكن اليوم نحن نعاني من عدم وجود أحد أركان الثورة وهو الحرية، ونتوقع أن يفسر من الموجودين في الوقت الحاضر خلافا لما ثار به الشعب لأجله والوصول إليه. الشعب ثار ليتخلص من الاستبداد، والشعب ثار ليتمتع بحريات أكبر، والشعب ثار لأن لا يكون أحدا فوق رأسه وليس لديه قيم. نحن نرى من خلال بعض المواقف أن البعض يسعى لفرض قيمه وحرمان الشعب من حريته. مردم برای این انقلاب کردن که هیچ کس قیم و